عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض الفستق الكذاب، وده علشان خاطر رمضان طبعا. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة قوي، ويلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا سوداني بتاع الحلويات اهو، مش متحمص، ومعايا معلقتين مية، معايا لون طعام أخضر، ده هتلاقيه موجود عند العطار او اي حد بيبيع حاجة الحلويات يعني. وده روح الفستق او طعم الفستق، هتلاقيه برضو موجود عند محل الحلويات او اي عطار. دي الحاجات اللي احنا هنستعملها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنسمي الله، وما تنسوش يا جماعة الصلاة على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. اهو كده، وهنشوف دول معلقتين مية طبعا هندوب فيهم، ونشوف اذا كنا هنعوز تاني ولا لا. هنحط عليهم معلقة برضو من روح اهو كده، روح الفستق اهو. هنقلبه كده اهو، هنقلب كده بس كده. ايه، هنقلب بايدينا احسن. هنقلب بقى كده، هنضغط على الحباية بتاعت الفول كده بايدينا علشان اللون يمسك فيها. انا حاسه ان هو عايز يتقل شويه. بتاعك جامد. حط دول اهو، بس برضو عايز اللون تاني. دعكي فيه جامد كده لغايه ما توصلي للون اللي انت عايزاه. انا شايله بقى شويه سوداني ما تحطوش معاهم عشان هحطهم عليهم. كده خلاص، هنرجع بقى للخطوه اللي بعد كده. دلوقتي هحط بقى السوداني اللي انا محطتهوش عليه كده، وهقلبه، بس مش هقلبه قوي لان انا مش عايزاه اللون يمسك فيه. تمام اهو، بس كده خلاص كده. انا جبت دلوقتي صاج او صينيه اللي متواجد عندك، وهدهنه زيت واحط عليه ورق زبده. انا دهنت زيت علشان ورقه الزبده تمسك فيه. دلوقتي هنحط بقى السوداني بتاعنا بالطريقه دي كده عشان ندخله الفرن يتحمص تحميصه بسيطه، اللي هو ايه، ربع ساعه. اول ما تلاقي اللي هو اللي هي مش واخده لون شويه، خدت لون التحميص،
هنطلعه من الفرن. احنا عايزينه ينشف لان احنا حاطين عليه ميه فمرطب، فاحنا هندخله الفرن ينشف ويتحمص تحميصه بسيطه في الرف اللي في النص على درجه حراره وسط، يعني خليها عاليه تبقي مولعه الفرن عالي، واول ما تدخليه خليها وسط. كده هو طالع من الفرن اهو. انا عايزاه كده بس هو لسه سخن، هسيبه يهدى شويه وهضربه في الكبه. في ناس بتضربه في الكبه قبل ما يتعمل باللون الاخضر ده، بتضربه نص ضربه كده اللي هو يبقى ايه، مش ناعم قوي، مش ناعم قوي. فانا هعمله بعد ما يتحمص، فانا هسيبه يهدى بس شويه كده وهضربه في الكبه وهرجع لكم. يبقى هنضربه في الكبه وتضربي واحده واحده اهو كده. كده احنا ايه ضربناه. بصوا بقى شايفين كده اهو، كده كده خشن شويه. في عايزه تنعمي اكتر من كده انا هوريكي حبه برضو اهو اهو، بيبقى كده. عايزه تخليه كده خشن شويه اوكي، عايزه تنعميه اكتر هتنعميه، انا هنعمه اكتر من كده بس مش لدرجه ان انت تنعميه قوي، لان ده في الاول وفي الاخر سوداني يعني ممكن ينزل الزيوت اللي فيه فيعجن معاكي. فانا هحط اهو لان انا عايزاه ناعم، انا مش عايزاه خشن. وهنضربه مع بعض دلوقتي تاني عشان اوريكم انا عايزاه ناعم ازاي. هتضربي واحده واحده اهو، واحده واحده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. كده خلاص ده شكله النهائي اهو، شايفين برضه هو فيه خشونة شوية عشان هو ايه يعني سوداني برضه في الاول وفي الاخر، بس نعميش اكتر من كده. كده ممكن تحطيه لكل انواع الحلويات اللي انت حباها بقى، كنافة، جلاش، اي حاجة عايزة تحطيه عليها هتحطيه، وحلو جدا جدا جدا. وبقى عندك فستق الغالي اللي ب 300 400 جنيه عملتيه بأقل تكاليف من البيت. ويا رب تجربي طريقتي وتعجبك، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله، يجي علينا كده بالرزق والبركة بإذن واحد أحد، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.